رقم 11 انك تكون موجود على كل السوشيال ميديا بلاتفورم. اغلب الناس بتكون شايفه انها لازم تكون موجوده على كل البلاتفورمز، وده غلط كبير. الفيسبوك ليه طبيعه معينه، مثلا انه ممكن تحط عليه فيديوهات من دقيقه ل4 دقائق، وكمان تحط عليه صور. وكمان الفيسبوك فيه الجروبات اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض وبيعملوا نوع من التفاعل. الانستجرام طبيعته بصريه اكتر، بيركز على الالوان والديزاين والصور، ولو هتحط فيه فيديوهات فنصيحه دايما تكون فيديوهات اقل من دقيقه. على عكس التيك توك اللي جمهوره مختلف تماما عن الفيسبوك والانستجرام، ودايما اول 3 ثواني في الفيديو بتاعك مهمين جدا، لان هم لو ما شدوش العميل فالفيديو كده هيتقلب ومش هيتشاف ومش هيسمع مع الناس. حاجه اخيره، اللينكد ان مختلف عن كل اللي فاتوا. اللينكد ان كانك لابس بدله وفورمال وفي اجتماع، فبالتالي الكلمه فيه بحساب ودايما ليه طبيعه مختلفه عنهم. فوجودك على كل المنصات هيخليك مشتت، مش قادر تتابع الردود والكومنتات والرسائل بتاعت العملاء، ولو ده حصل هيخلي البروفايل بتاعك يقع ككواليتي، والناس هتحس انك بترد عليهم بشكل متاخر. ممكن في الاول تكون موجود على كل البلاتفورمز، لكن في الاخر لازم تختار 1 أو 2 منهم اللي يكون ماشي اكتر مع شخصيه البراند بتاعك عشان تركز وتحط كل تركيزك ومجهودك عليه.